السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع حرف جديد من سلسلة تعليم الحروف للأطفال، ومعادنا مع حرف الهاء. أول حاجة هنتعلمها عن حرف الهاء إنه اسمه هاء مش ه، اسمه هاء. زي ما احنا متعودين في السلسلة بتاعتنا من البداية ان كل حرف بنتعلم واحنا بنتعلمه بنتعلم صوته وهو مفتوح. انت صوتك ايه بقى يا عم حرف الهاء وانت مفتوح؟ عرفنا ازاي ان هو كده مفتوح؟ لانه فوق راسه شرطة مايلة صغيرة. الشرطة المايلة دي اسمها حركة الفتحة، بتخليني اقرأ صوت الحرف او بتخليني اقرأ الحرف وهو مفتوح. بقول ها، بفتح بقي شوية وانا بقرأ الحرف. هاء فتحة، هاء فتحة، ها. خلاص، يلا بينا بقى نشوف اشكال حرف الهاء ومواضع حرف الهاء في الكلمة. ايه ده، حرف الهاء شكله بيتغير خالص في اول الكلمة ووسط الكلمة واخر الكلمة، يعني كل موضع بياخد شكل لوحده. وانا بتعلم لازم ابقى عارف ان صوت حرف الهاء الشكل بيتغير بس صوته ما بيتغيرش. يعني لو هو مفتوح او مكسور او مضموم ما بيفرقش مكانه في الكلمة في صوته، اللي بيفرق الحركة اللي عليه. حرف الهاء، شايفين حرف الهاء بالشكل ده؟ هنا بالشكل ده بيبقى شكله في أول الكلمة. يعني لو نطقت كلمة أولها حرف الهاء لازم أكتبه بالشكل ده، وبيمد إيده ويمسك أي حرف جاي بعده. في وسط الكلمة شايفين بيغير شكله إزاي وبيتقلب كده وبيعمل رسمة من فوق دورية، من فوق دورية من تحت، بس برضه بيمد ايده اليمين والشمال ويمسك في اي حرف جاي قبله وجاي بعده. لكن في اخر الكلمه بيعمل ازاي؟ شايفينه بيعمل ازاي في اخر الكلمه لما بيكون قبله حرف ماسك في ايده؟ شايفين بيعمل راسه كده ودوريه صغنونه قوي، وبكده يبقى اشكال حرف الهاء في الكلمه. شكل حرف الهاء بيتغير في الكلمه، يعني شكله في اول الكلمه غير وسط الكلمه غير اخر الكلمه، لكن لازم احفظ كل شكل ازاي بكتبه. يعني ما ينفعش اكتب يبقى الحرف الهاء عندي في وسط الكلمه واكتبه بالشكل اللي المفروض اكتبه بيه في اول الكلمه. كل موضع من مواضع حرف الهاء ليه شكل بنكتبه بيه. يلا نوضح ده بالامثله اللي معانا. اول كلمه معانا كلمه هرم. ها، شايفين نطقنا حرف الهاء في الأول عشان كده كتبناه بالشكل ده. شايفين عمل الرسمة بتاعته وراح مادد ايده ومسك في حرف الراء، يبقى ده شكل حرف الهاء في أول الكلمة. ايه اللي خلاني أقرأ وأقول هرم؟ لأن أنا لقيت فوق حرف الهاء شرطة مايلة صغيرة اسمها حركة الفتحة، فهي اللي خلتني أقرأ حرف الهاء مفتوح. كمان كلمة هدية، شايفين نطقنا الكلمة، نطقنا هاء بدايتها حرف الهاء، عشان كده كتبنا حرف الهاء بالشكل اللي المفروض لازم نتعلم نكتبه في أول الكلمة. ونطقناه مفتوح لأنه فوق راسه الشرطة المايلة الصغيرة اللي هي اسمها حركة الفتحة. شايفين عمل ازاي حرف الهاء ومد ايده مسك الحرف اللي بعده؟ يبقى ده شكل حرف الهاء في أول الكلمة. يلا بقى نشوف حرف الهاء في وسط الكلمة هيجي شكله عامل ازاي. فهد. شايفين نطقنا حرف الهاء ازاي؟ نطقناه في وسط الكلمة. مادام نطقناه في وسط الكلمة يبقى لازم اكتبه بالشكل اللي بكتبه بيه في وسط الكلمة، اللي هو شكل عامل ازاي؟ شايفين شكله دورية لفوق ودورية لتحت، كأنه شكل دورية من فوق ودورية من تحت، ومادد ايده ماسك حرف الفاء ومادد ايده التانية كمان ماسك حرف الدال. شكل معانا بقى من اشكال حرف الهاء شكله في اخر الكلمة. يلا ننطق الكلمة دي، اسمها كلمة منبه. شايفين الهاء جت في اخر الكلمة وانا بقرأها، يبقى انا كده لازم اكتبها بالشكل اللي بتتكتب بيه في اخر الكلمة، اللي هو عامل ازاي؟ شايفين مد ايده حرف الهاء ومسك الحرف اللي قبله، لكن هو عمل طلع سن صغيرة وراح عامل دورية وقافل نفسه. شكل حرف الهاء مختلف خالص في آخر الكلمة عن وسط الكلمة وأول الكلمة. امتى بعرف بقى امتى اكتبه بالشكل المناسب ليه في الكلمة؟ لما بقرأ الكلمة واشوف هقرأها ازاي. يعني كلمة منبه اهو كتبناها في الآخر لأن الهاء نطقتها في الآخر، عشان كده كتبتها بالشكل اللي بتتكتب بيه في آخر الكلمة. النهاردة اتعلمنا حرف الهاء وتعلمنا ان حرف الهاء بيجي بأكتر من شكل، لكن لازم اعرف امتى اكتبه بالشكل المناسب ليه في الكلمة. جه في اول الكلمة يبقى لازم اكتبه بالشكل ده، لازم اعمله كده
وامد ايده عشان يمسك الحروف، بس لازم اكتبه بالشكل ده وما اكتبوش باي شكل تاني. وفي وسط الكلمه لو كلمه عندي المنتصف بتاعها حرف الهاء لازم اكتبه بالشكل ده، وبرده ما ينفعش اكتبه غير بالشكل ده في وسط الكلمه. وفي اخر الكلمه لو جه قبله حرف من الحروف اللي بتمسك في ايد الحرف، يعني الحروف اللي هي مش شقيه وعندها ايدين اتنين، بيتكتب بالشكل ده، بيمسك فيهم ويطلع كده ويعمل دوريه صغنونه قوي، ويبقى هو ده شكل حرف الهاء في اخر الكلمه. طيب لو جه قبله حرف من الحروف الرافصه او الشقيه اللي ايدها مكسوره، بنكتبه بالشكل ده. شايفين دوريه صغنونه قوي كده، بيبقى هو ده حرف الهاء لما بيقع في كلمة من الكلمات اللي بيكون قبلها مثلا ألف أو واو أو دال، الحروف أو ذال أو راء أو زي الحروف الستة الشقية اللي احنا اتفقنا عليهم، اللي هم ما بيمسكوش في إيد أي حرف جاي بعدهم، فبنكتبه بالشكل ده. كده نبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده، واتعلمنا حرف الهاء ومواضع حرف الهاء وصوت حرف الهاء وهو مفتوح بنكتبه ازاي، وخدنا امثله على كل حرف في اول كلمه ووسط الكلمه، على كل شكل قصدي في اول كلمه ووسط الكلمه واخر الكلمه. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.